بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الخبر اللي هو كالتالي: اكتشاف، قال لك يا سيدي، أقدم إنسان عاقل في التاريخ بالمغرب. قبل ما نهضروا على هذا الخبر غنرجعوا لواحد الموضوع اللي هو: أين نزل سيدنا آدم؟ سيدنا آدم فين نزل؟ حسب المعلومات اللي كتقال واللي كتداول في كتب التاريخ، فإنه كتقول أن سيدنا آدم نزل في الهند. وكاين واحد المزار ديال تسمى مزار سيدنا ادم في الهند، اللي هو هذا. كاين واحد الحجره مقدسه تيقولوا ان هذيك هي اللي اول مره كيهبط سيدنا ادم كيحط عليها رجليه، هي اللي كتشوفوا في التصويره. وهذا القول هذا قالوه بعض العلماء، منهم الحسن البصري اللي هو رحمه الله، اللي هو من التابعين رحمه الله. وكذلك اللي فايت قرا كتاب ديال ابن بطوطه نزهة المشتاق في اختراق الافاق، فهو تكلم على هذه القضيه وزار هذا المزار ديالو في الهند، في واحد الجزيره في الهند. ودابا السؤال اللي كيتطرح في هذا الخبر: اكتشاف اقدم انسان عاقل في تاريخ المغرب، في التاريخ بالمغرب. اول حاجه كتبادر للذهن ديالي: ما معنى انسان عاقل؟ واش كاين انسان عاقل وكاين انسان غير عاقل؟ انا هذا هو السؤال الاول اللي تبادر للذهن ديالي، لان هذا الخبر اللي تناقلوه وكالة الاخبار تيكتبوا انسان عاقل. فانا ما فهمتش شنو الفرق. كانوا يقولوا اكتشاف اقدم انسان في التاريخ بالمغرب. قام فريق دولي باشراف من الاستاذ عبد الواحد بن نصر عن المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث التابع لوزارة النقل. أستاذ جون جاك يوبلان عن معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا المتطورة بألمانيا، بالكشف عن بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة الإنسان العاقل البدائي. دابا نتوما واش غادي تدوخونا معاكم ولا كيفاش؟ ينتمي لفصيلة الإنسان العاقل البدائي. هل هناك إنسان غير عاقل وبدائي، أو بدائي غير عاقل؟ واش هاد غندخلوا في نظريه داروين اللي كتقول ان اصل الانسان هو التطور، نظريه التطور اللي هو اصل الانسان قرد؟ ورغم ان هاد النظريه اكل عليها الدهر وشرب وما بقاتش خدامه. نكمل الخبر: مرفوقه بادوات حجريه ومستحاثات حيوانيه بموقع جبل ايغود باقليم اليوسفيه. قال لك يا سيدي: اوضح البلاغ انه تم تحديد تاريخ هذا الشخص العاقل بحوالي 300 ألف سنة قبل الحاضر، وذلك بواسطة التقنية الإشعاعية لتحديد العمر. وبالتالي فإن هذه العظام تعد أقدم بقايا لفصيلة الإنسان العاقل المكتشفة إلى حد اليوم. يعني كان هناك بزاف ديال الاكتشافات ديال الآثار بقايا الإنسان، عاقل ولا ما عاقلش المهم، ولكن الأقدم مستحاثة ديال الإنسان هي اللي تلقات في المغرب. واقدم وحده كانت هي تترجع الى 100 الف سنه، بينما هذه 300 الف سنه. مضيفا ان هذه الاكتشافات تشكل موضوع مقالين. يعني كاين واحد البحث جاو في واحد المجله اللي هي ناتور طبيعه. الانسان، المغرب هو اصل الحياه واصل الانسان في الخلاصه. يعني ديك المقوله اللي كنا تنقولوا ان المغرب ابو الدنيا ربما تكون صحيحه، اش ظهر لكم في هذا الخبر. وتاني حاجه بغيت واحد القضيه اللي بغى اللي عنده شي معلومات يشرح لي ما معنى انسان عاقل وانسان غير عاقل. وشكرا والسلام عليكم، وما تنسوش تقيدوا معنا في القناه.